السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكونوا في تمام صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاك ليلى فوزي قمر في القناه. فعلي حالا زر الجرس على كل دوس سبسكرايب، الزرار الاحمر، لايك، تعليق، شير. يا احلى فراولايه عاملين ايه؟ يا صباح الجمال، يا مساء الهنا، عاملين ايه؟ انبسطتوا جدا انتم من الديكور بتاع امبارح، شكرا ليكم كل التعليقات. والنهارده زي ما احنا شفنا المقتطفات الروتين النهارده او الفيديو النهارده منوع، حاجات كتير كتير كتير. هنعمل مع بعض حاجات المطبخ، هنحط مع بعض حاجات في المطبخ. إيه تاني؟ اخدكوا فلوج بسيط وجميل في محل ملامح، طبعا نار على العلم مشهور، عاملين عروض حلوه قوي قوي قوي. قلت لازم فراولاتي اعرفهم بيها. النهارده كمان المفروض ان شاء الله كنت رايحه الجيم، بس حصل كده حاجه قدريه هحكي لكم عليها. برضو النهارده في الفيديو ده ان شاء الله الاموره اللي قالت لي ليلى بجد انا اتشجعت ان انا بحبك جدا، واتشجعت ان انا البس النقاب. بعد اذنك وريني ستايلاتك في النقاب. فالنهارده ان شاء الله هديكي كام فكره. انا مغيره في ستايل في النقاب بتاعي بقالي حوالي شهر، واللي هو الملحفه والكلام ده هنحكي باستفاضه دلوقتي. خلاص. ايه تاني؟ حاسه ان الفيديو ده ما شاء الله مليان حاجات كتير، ده مكه عادي عادي جدا، ما تاخدوش في بالكم. طبعا انا صحيت الصبح كانت حوالي الساعه كده 10، هناك اهي الساعه 10 الصبح. اول حاجه لازم ما اعرفش انزل الا لما يكون السرير بتاعي متظبط، لان هبقى جايه النهارده كمان بعد ما هخلص المفروض ان انا هروح اجيب اكل غدا عشان الحق اطبخ، علشان يوسف عنده دروس يلحق ياكل قبل ما ينزل. يعني عارفين اللي هو في كده حماس النهارده كبير جدا جدا. فقلت خلاص بما اني كده خلاص يبقى على قد ان انا لما ارجع هيبقى على قد الحاجه اللي انا هعملها وبس. خلاص شديت السرير والدنيا تمام، والديكور القمر الهادي الناعم ده بالالوان البارده عجبكم امبارح. اللي سالني على المفرش الصوف ده بنات كان من عند كوشي هوم، وكوشي هوم والمفرش ده ليهم حكايه بسيطه جدا. ان انا لما رحت اصور عندهم واشتريت يومها اللي هو البيبي بلو اللبني مع اللون ده وصورت ومشيت ونزلته. كان الكلام ده على قناه ليلى فوزي اللي هي الكبيره. هنا كده بس كنت بجهز حاجه الجيم وكده، مفيش فايده برضو تناسق الالوان، مفيش فايده ورانا. بصوا فخلاص وصورت لهم. رحت لهم يا بنات تاني يوم بحيث ان انا اجيب اللون النبيتي. كنت عايزه اعمل بقى ديكور باللون النبيتي. رايحه بقى السلام عليكم، ايه الاخبار؟ فين اللون النبيتي؟ القمر اللي كان هنا قال لي لون كل المفروشات الصوف اللي كانت هنا كلها اتاخدت. فانا طبعا كنت سعيده ان فراولاتي وانا حاجه واحده يعني، بس انا كنت سعيده. عارفين لما بيحصل الموقف ده حقيقي يعني انا ببقى سعيده جدا. يعني ربنا يا رب يحسن بيع كل حاجه للناس كلها. اللي انا بستخدمها دي المكوى البخار تورنيدو، اللي بينزل منها ده اللي هو الحاجات البسيطه دي، ان هي بتنزل منها كده بتقطر يعني قطرات كده. بس على فكره على بال ما بتحطيها مثلا على شماعه وكده خلاص الكلام ده كله بيروح. فخلاص بدات اخلص كوي وهتكلم معاكم على الستايل. بالنسبه للستايل انا مغيراه حوالي شهر. في عندك اللي انا ماسكاها دي اسمها الملحفه دي ستايل سعودي، اسمها ملحفه كتف. الخامه بتاعتها خامه الخليجي السعودي. دي اول حاجه معموله بستايل معصم في الايد، اسمها ملحفه كتف، بتبقى جايه على الكتف وبتبقي فوق لابسه النقاب بتاعك. خلاص. وعلى حسب ما انت عايزاها من قدام بكباسين او مقفوله. ده كده اللي هو الادناء الفرنسي اللي هو بستايل الجيب اللي هو بالاستيك من هي اللي تحت كده الشميز ده ستايل جيب بالاستيك تمام بالمنظر ده. وبيبقى ستايل دبل كلوش او زي ما انت عايزه صك بس واسع طبعا. والملحفه اللي فوق تبقى على الركبه، يعني فاهمه؟ يعني بتبقى جزء اللي هي دي كده بعد الركبه. فبيبقى ده ستايل وده ستايل، فاهمه؟ عندك بقى تحبي تلبسي تحتها شميز عشان الرقبه ما تبانش كده يعني. ده اللي يريحك حسب ما انت تبقي عايزه. نفس الستايل برضو الادناء الفرنسي اللي هو بيبقى كده. الحاجات دي بنات بتجيبي قماش وبتخيطيها بتعمليها يعني. على فكره انا اللي كانت عامله لي الحاجات دي يعني كانت اسمها ام بطه، وكانت حد قمر قوي ان شاء الله. بس انا مش عارفه عشان مغيره ارقام التليفون وكده، فهحاول اجيب لكم الرقم واحطه لكم في اول تعليق مثبت. ودي حد محترم جدا طبعا. الساعه لازم بقى مع الطقم وكده بغيره كل يوم. نزلت بقى الجيم وكل حماس يعني، كنت لغايه هنا باور يا وحشني بقى. هلعب بقى النهارده اي حاجه بقى شيست ولا اي شيء. فرحت لقيت الكابتن شيماء بتاع اللي بتدربني كانت تعبانه جدا، فطبعا لغيت التدريب. ربنا يا رب يشفيها يا رب ويطمنا عليها اللهم امين. وانا بقى رايحه اجيب الفرخه فتلاقيت كده ملامح حاطط قولوا معايا العروض دي. فقلت طب ما اديكم فكره وفي نفس الوقت ناخد فكره. وفي حاجه كده هو عامل عروض، لو اخترت قطعتين بتاخدي القطعه الاولانيه بتمنها والقطعه الثانيه بتاخديها ب 100 جنيه. طبعا معروف ملامح والبراند بتاعهم يعني مش محتاجين كلام خلاص. فانتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه. بمعنى
ان انا مثلا لو حته قطعه ب1500 مثلا، تمام، وخدتي قطعه تانية ب1300، بتتحسب لك القطعه ام 1300 ب 100 جنيه واصله لك، بس بتدفعي اعلى سعر. يعني لو 1500 و1300 لا تدفعي 1500 العاليه. طب لو خدتي قطعه واحده عليها 20، مش فاكره قالت لي 20% او 25% خصم، واصله لك. عندهم الاشكال حلوه، عجبني قوي اشكال المنت واشكال البدل واشكال الجواكت، هوريكم دلوقتي. فحلوه قوي 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 قوي. هسيبكم كده مع الجوله ونكمل فيها. عايزه اقول لكم ان القطعه اللي انا ماسكاها دي كلمه حلوه قليله، كلمه خرافه قليله، كلمه ان هي تحفه قليله فيها التقليمه دي. دي كانت عامله 1600 تقريبا يعني. الفينش يا بنات، الخامة القماشة مش ممكن، حقيقي 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 عجبتني جدا. هناك الحاجات اللي هي زي الجارد والحاجات اللي هي الالوان اللي هي التركي بقى، الالوان الناعمه، البيجات الكتير، الكافيهات تحفه 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 بصراحه. لا حاجات حلوه. وهنا يا حلوين قد وصلنا إلى المنزل. كان عندي بقى شوية حاجات، عندي هنا هنلمع مع بعض البوتاجاز، كمان هنحط حاجات في الأدراج. هنبدأ بقى خلاص ننسق المطبخ، ويبدأ المطبخ يبقى مطبخ بقى، يعني فاهمين. بدأت أطلع حاجات من الكراتين، بعض الديكورات برضو، يعني لسه لي كام حاجات كده، كام كرتونتين تقريبا ديكورات بحقيقي مش عارفة عنهم فين فهنشوف إن شاء الله، بس أخلص بس حاجة المطبخ أهم يعني. كان كمان جاني سؤال، ليلى حاولي تتكلمي على الأم النرجسية، بما إن إحنا بنتكلم على العلاقات، اتكلمنا على الشخصية التجنبية، اتكلمنا عن الشخصية العاطفية، فهي حابة تتكلم على الأم النرجسية. بصي هقولك على حاجة مبدئيا كده من بداية الموضوع. عارفة كلمة الأم النرجسية دي بتوجع لي قلبي، أصل عارفة لما يكون حد كمان بيتصف بالصفات دي وقريب قوي من الواحد، دي بتوجع، وكمان الأم بتبقى صعبة شوية، فاهماني؟ طيب اللي أنا بس طالباه منك اللي أنت قلتي لي كده، لان انت قلتي لي ان انت بتتعرضي لكده وحاسه بده من ناحيه والدتك. بص انا عايزه اقول لك على حاجه، مش كل حد هنلاقي عليه كام صفه هنقول عليه نرجسي على طول كده، فاهمه؟ النرجسي ده عشان تقدري تحكمي عليه، وطبعا خلي بالك من نقطه ان الحكم الا لله، فاهمه؟ لازم يكون متخصص قال ان هو نرجسي، دي حاجه عشان فاهمه. اصل في، بصي مش معنى ان حد عمل مواقف يبقى خلاص نرجسي، ده بس نصيحه مني ليكي، لكن احنا هنتكلم. طيب ايه صفات الشخصيه النرجسيه؟ بصي الشخصية النرجسية وبتبقى ساعات ست أو راجل، وبتبقى في الصديقة
تبقى ممكن تكون صديقة نرجسية، وطبعا انت بتاخديش بالك خالص، لان اولا الشخصية النرجسية بتخش عليكي بطريقة فيها حب وفيها امتنان وفيها حاجات حلوة جدا وبتعمل لك حاجات جميلة جدا، فاستحالة يعني هتتشكي فيها. خلاص، بتبداي تعرفي امتى. وانا اتكلمت عن الموضوع ده بس كان على قناتي التانية، بس مش مشكله نتكلم هنا تاني. بصي، لو هي شخصيه نرجسيه بتبداي تحس ان هي بتغير منك، تبدا تحس ان هي بتبعدك عن الاصدقاء، بتحس ان هي من وراكي بتتكلم عليكي حاجات كتير جدا، مش عايزاكي تنجحي. عايزاكي، بصي عارفه خيوط العنكبوت، عايزاكي ليها هي بس، فاهمه؟ هو ده حب؟ لا، ده مش حب، ده اسمه حب امتلاك، ونوع من انواع يعني، بس بلاش دي، هنبقى نتكلم في موضوع تاني. هو حب امتلاك، تمام؟ مش حب طبيعي، مش حب سوي، بتبقى حب امتلاك. علشان هل هي كده بتحبني قوي؟ لا، مش بتحبك قوي، هو حب امتلاك عشان تملى بعض الحاجات عندها، الخزانات عندها بتتملى بكده. في ناس منهم مؤذيين، يعني مش مجرد بس ان هي بس حابه تسيطر عليكي او كده، لا، بتبقى مؤذيين. اولا الام من النرجسيه، لو انت لقيتي حد كده، بتبقى على طول بتعمل اسقاط على اولادها، على طول اسقاط على اولادها، الحاجات السيئه فيها بتجيبها في اولادها على طول. طب يا ليلى، طب ما احنا ليل ونهار بنمسك ولادنا ونقعد نقول لهم انتوا، لا، في فرق ان انا كبوجه او انا بقول او انا مش عارفه بعمل ايه، وفرق دي سما، دي على فكره دي سما. وقلت لها ساعديني بقى سمسم عشان انا خلاص فصلت. ف اللهم ذكر، بتعمل اسقاط. وبقول لك احنا كأمهات مش على طول احنا بنوجه، بنقول، بنزعق، بنعمل، تمام، بس في بعض مننا بنرجع بقى نقول كلام داعم بقى، لا لا يا حبيبتي انت حلوه، انت كويسه، مش عارفه ايه. طبعا بعد ما يكون عملوا موقف مثلا يحتاج ان احنا نشد. في فرق ان انا اخاف على اولادي واشد عليهم، وفرق ان انا اكون ام نرجسيه، بمعنى ان انا خلاص ما بيسمعوش مني الا الكلام الوحش خالص، ما فيش كلمه حلوه خالص قد كده. فانت دي برضو حاجه تقدري تميزي منها الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه بتبقى مؤذيه بدنيا، مؤذيه نفسيا. الام اللي تشوه سمعه بنتها، طبعا دي شخصيه نرجسيه بحت، يعني عارفه، دي برضو من الصفات اللي بتلاقيها. لان للاسف النرجسيين عندهم ايذاء في السمعه، بيحبوا جدا يؤذوا في السمعه، يتكلموا على الضحايا بتوعهم. طب ليه بيختاروا الضحايا؟ وانا كنت قلت الكلام ده قبل كده، ان الشخصيه النرجسيه بتتغذى على الضحايا، ويا سلام بيبقى الاختيار بتاعها الاول لازم تكون ضحيه قويه جدا، قويه قويه قويه، ما بتختارش حد ضعيف، لا، ولا بتختار اي حد، لا، ده الاختيار بتاع الشخصيه النرجسيه اللي بتبدا تعمل اسقاط عليها وتطلع كل الخزانات اللي مش كويسه عليها، بتبقى مختاره حد بيرفكت. شفت الكلمه؟ حد بيرفكت، يعني تكون حد من الولادة فعلا حقيقي طيوب لذيذ شاطر، حد معطاء، حد الناس بيشكروا فيه، ممكن تغير من ولادها، يعني فاهمه؟ عشان نقول، ما بقول لك كل دي صفات، كل دي صفات بتتجمع. طيب احنا بنتفادى اذاها ازاي؟ طبعا انا عايزه اقول لكم ان الام ما في، وخلي بالك مطلوب منك تبريها لو هي مش نرجسيه، لو هي 10 نرجسيين في بعض، مطلوب منك انك تبريها، وانك تقسطي ليها، وانك تتعاملي بيها بما يرضي الله، ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما، ملناش فيه، هو ابتلاءك جاي كده. الى ان لو انت طالبه وبتذاكري، حاولي بقى اسمها ايه، تطوري من نفسك بحيث ان ربنا يكرمك بحاجه افضل، انك مش هقولك تبتعدي عنها، ولكن تستقلي بقى، ربنا بيكرمك بحياه. بس عايزاكي تتفهمي، علشان في مشكله، انا كنت كل مره بتكلم بقولك لازم نفهم الدرس، نفهم الدرس. ليه الشخص الاستغلالي انا بقدر كده، طب ليه الشخص النرجسي المؤذي انا ما اقدرش اقول له لا لازم تتعلم؟ بصي، لو ما عرفتيش درسك من امك النرجسيه هتقعي في زوج نرجسي، فاهمه؟ اصل لازم هتفهمي الدرس، هتفهمي الدرس. خلصتيه مع مامتك، خلصتيه مع ابوكي، مع اختك، مع صديقتك، لازم تتخلصي منه. طب انا اتشافى ازاي من جرح النرجسيين دول؟ طب انا ليه بجذب النرجسيين؟ اولا النرجسيين بينجذبوا للاشخاص العاطفيين، للاشخاص الاقوياء. بقول لك الضحيه بتاعتها بتبقى طب بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على انهيار الشخص قدامها، متعتها في الحياه ازاي تقهر وتقتل وتوجع وتحط منها من شأنها. هي كده، هي دي اللذيذه في كده. طب في كده، في كده، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هي حاجه كده. طب هل النرجسيين عارفين ان هم نرجسيين؟ في حاجه من الاثنين، في نرجسي ظاهر ونرجسي خفي. الظاهر ده بيبقى انت عارفاه، زي ما انا حكيت نفس الحاجات دي. وفي نرجسي خفي هو نفسه لا يعلم، بيأذي بطريقه بس هو لا يعلم. طب هل النرجسيين بيتعالجوا؟ لا طبعا. يعني انا قعدت ادور في حاجات كتير جدا جدا، واقعد طب يتعالجوا؟ طيب لا،
للاسف ملهمش علاج غير في حاله واحده، ودي حاله نادره. لازم النرجسي يعترف ان هو نرجسي ويروح لمتخصص ويتعالج. هل بقى في حد هيعمل كده؟ اولا النرجسي ما بيعترفش خالص ان هو نرجسي، ادي اول حاجه. حته الانا عنده عاليه قوي قوي. في فرق بين الاعتزاز بالنفس والكرامه، وفي فرق ان حته انا والطوفان من بعدي، يعني ما بتهمهاش ولادها، ما فيش فاهمه كده بتبان حاجات كتير جدا. طيب انا عشان اتعامل مع شخصيه نرجسيه ولو كانت هي اول حاجه لازم تبقي فاهمه الهدف ايه. الهدف ان هو امتصاص الطاقه، وان هي تنهاري، وان انت تبقي مذلوله، وان انت حاسه شخصيتك هشه ضعيفه. فانت تبداي تقوي الحاجات دي. انا اقف لامي النرجسيه ازعق لها واعمل واقول لها حط حدود؟ ابدا، ده لا يجوز في ديننا حتى. طب ايه؟ انا بتكلم داخليا يعني انت من جوه لازم تكونيش هشه، لازم ما تكونيش ضعيفه، لازم تكوني فاهمه. طب هي لو اذتني ابتسم في وشها واقول لها حاضر يا ماما، اصل دي فاهمه حاجه؟ بس انت من جوه فاهمه. هو ده المطلوب منك، درسك انك تبقي فاهمه تتعاملي ازاي وهتقسطي ليه، لان هي درجه اولى، من الدرجه الاولى. ده حاجه. تاني حاجه لازم تطوري من نفسك عشان تحاولي تبعدي عن الدايره دي، لان مفيش حل وغير كده ان انت مجبره، ده ابتلاء خلاص. لازم تفهمي درس، لازم شخصيتك تبقي ما بتتهزيش. النرجسي بيبقى عايز يوصل لقدام الانهيار، انت ما تنهاريش، اتعاملي وكل حاجه ما تنهاريش، عادي. فانت لازم تفهمي الدرس بتاعك كويس، ولازم ان شاء الله تقومي من نفسك وتغيري حاجات كتير جدا. خلاص. تفادي الاذى، حاولي ما تصدقيش اولا عشان تتفادي اذى النرجسيين، ما تصدقيش اي كلام بيقولوه. انت فاشله؟ لا انت مش فاشله. هو النرجسي عمره بيختار حد فاشل، معلش يعني، ده بيختار، مش قادره اقول لك بيبقى حد عامل ازاي، الاختيار بتاعه. فالنرجسي بيخاف، النرجسي بيخاف من الفقد، النرجسي بيخاف ان اللي قدامه يكشفه ان هو كنرجسي، بيخاف. النرجسي بيخاف ان سمعته تتهدد ان هو نرجسي. النرجسي بيخاف من الناس اكتر من ربنا. النرجسي بيخاف على شكله قدام الناس اكتر من ربنا. فناخد بالنا، نفهم. بس انت مش مطلوب منك مع النرجسي حاجه خالص، ولا توجهي ولا انت نرجسي، لا خالص. انت مطلوب منك الاتزان النفسي، الثبات الانفعالي، فاهمه الشخصيه اللي قدامك بتعمل ايه، وابتسمي وخلاص، وقضي الغرض وخلاص، وكفى الله كده خلاص. فهي دي الفكره، انك تتغلبي على نفسك نفسيا ذاتيا كده. زي ما شايفين بقى كده في الادراج حاطط بعض الحاجات بقى اللي هو الارزم والكبه ومش عارفه المصافي، الحاجات دي كلها بدات اجمع، بدات تظهر الصوره. عايزه اعرف رايكم في الكلام احنا اتكلمنا عليه النهارده، عايزه اعرف حابين نتكلم على ايه تاني، حابه اعرف برضو ايه رايكم في الفيديو. عارفه ان انا بوحشكم، اعمل ايه ما انتوا بتحبوني وانا بموت فيكم اصلا. اشوفكم على خير، احلى ارق فولوات في حياتي. لايك وشير وكبروا القناه وشاركوا اصحابكم كده، تعليقات كتير الحلوه اللي بتقولي بتفرج عليكي 6 مرات من كذا اكونت، هعضك وهاكلك من كذا اكونت. ما تتفرجيش من اكونت واحد، تتفرجي من اكونت وبعدين نغير اكونت، حطي كده. اشوفك على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.